أرى أن أصداء ناقوس الخطر تقترب خلال المراحل القادمة من بعض الدول الأوروبية، وأرى طبول الحرب تدق أبواب هذه الدول، بعض دول أوروبا مش كل أوروبا. ومن هنا سوف نرى مشاهد هجرة أوروبية كثيفة إلى بعض دول العالم أجنبية وعربية، كما ستطال هذه الهجرة بعض اللبنانيين المقيمين بأوروبا الذين أراهم يعودون إلى لبنان للاستثمار وإنعاش الاقتصاد وفتح المجال أمام فرص عمل تحمل الأمل من جديد للبنان. يا رب. وأرى أن المشهد الأوروبي القادم سيحمل الكثير من المعاناة والمآسي، وقد يؤدي إلى إفلاس شركات أوروبية كبيرة، وسوف تعاني بعض دول أوروبا نقصا حادا في السيولة، وسنرى طوابير من الأوروبيين تقف بالصف أمام أبواب المصارف الأوروبية، وطوابير أخرى أمام محطات الوقود يرافقها حصول أزمة مواد غذائية كبيرة. كما سيصبح الوضع الاقتصادي في أوروبا على المحك خصوصا خلال المراحل القادمة، ولأنني لا أرى نهايات قريبة للحروب الروسية الأوكرانية، أقول أن تداعيات هذه الحرب على المدى الطويل سيكون لها نتائج كارثية وخطيرة جدا على أرجاء أوروبا، وستبقى أبواب الحرب مشرعة على بعض دول أوروبا، والجواب سيكون أو سيأتي من خلال التطورات القادمة على المنطقة وعلى أوروبا بشكل خاص.